191 سادة التقنيين. مزدح 191. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالوفد الحكومي، تحية لكل الزملاء. بدأ ذي بدء، مثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان أعوان وإطارات الصحة ما يتمتعوش بوسائل الحماية اللازمة، لا في مستوى الإجراءات ولا في مستوى التجهيزات، فكيف يمكن أن يكونوا ملاذا للمصابين وملاذ اطمئنان لهؤلاء المصابين؟ الآن الممرضون معتصمون، المفروض أن نتفاوض معهم في أقرب الأجال وأن نجد معهم حلا ليقدروا على مواجهة هذه الجائحة. الأمر الثاني، في مستوى التعليم، كيف يمكن أن نحقق الحماية لأبنائنا في مدارس لا يوجد فيها ماء؟ حققنا التباعد الجسدي، ولكن أيضا إذا غاب المدرس وخرج التلاميذ إلى الساحة فالخطر أكبر. ونحن الآن، وقد يكون الأمر قد حل كما ذكر لي الآن، ثم مجموعة من المعلمين النواب والأساتذة المعوضين ينتظرون الالتحاق بصفوف الدرس. النقطة الثالثة هي مسألة النقل. تنقل التلاميذ، تنقل المواطنين، أراه لا تباعد فيه. الاكتظاظ في وسائل النقل مخيف إلى درجة غير معقولة. في ولاية منوبة عندنا إمكانية لتجاوز هذا النقص ولتجاوز هذا الاكتظاظ لو تفعلون الخط الحديدي كخط ضاحية، فإنه يوفر النقل المريح الذي يحقق التباعد ويوفر لنا العديد من الحافلات يمكن توزيعها في أماكن أخرى من الولاية. وشكرا. شكرا سي عبد الرزاق. زميلة جميلة.